طبعا بخصوص الناس اللي بتسأل هو ليه محمد صلاح وازاي محمد صلاح لغاية دلوقتي ما طلعش اي دعم ولا اي مساندة للقضية الفلسطينية واهالينا في غزة واللي بيحصل مع اهالينا في غزة من القصف والهجوم الحقير اللي بيحصل عليهم دلوقتي. ببساطة ما تستناش اي حاجة او اي دعم او اي مساندة من محمد صلاح، لان محمد صلاح مش هيعمل كده. طب ليه محمد صلاح مش هيعمل كده؟ ببساطة لان محمد صلاح من ساعة ما عمل لنفسه اسمه تاريخ كبير جدا في ليفربول وفي اوروبا، عقليته اتحولت 180 درجة وبقى عقلية احترافية 100%. بمعنى ايه الكلام دوت؟ بمعنى ان اي حاجة هتدعم مسيرته الاحترافية هيعملها، واي حاجة مش هتدعم مسيرته الاحترافية مش هيعملها، بعيد بقى عن اي فروض واي مسائل دينية وبعيد عن اي واجبات لازم تحصل من محمد صلاح. زي ايه مثلا؟ زي ان محمد صلاح معروف عنه ان هو ما بيصومش في الايام اللي فيها مباريات لليفربول في شهر رمضان، وده طبعا عشان لو صام هيأثر على ادائه. ومحمد صلاح عنده طبعا مستوى معين في ليفربول عاوز يحافظ عليه، وعنده نسبة تهديفية كل موسم مع ليفربول عاوز يحافظ عليها، وبالتالي لو صام في المباريات دي هيأثر على مستواه وهيأثر على ادائه مع ليفربول. تاني حاجة، لما عمرو اديب سأله هو انت بتشرب الخمرة ولا لا، ما قالوش لا طبعا عشان حرام وديني بيحرم والحرام والحلال، قال له لا ما بشربش الخمرة لاني ما بحبش اشرب الخمرة. ما قالوش حرام وحلال. ليه بقى ما قالوش حرام وحلال؟ لان ببساطة انجلترا واوروبا كلها بتعتبر ان الخمرة زيها زي المية، فمحمد صلاح لو قال له حرام وحلال طبعا بالنسبة لهم كده تطرف من محمد صلاح، ويحصل هجوم كبير جدا على محمد صلاح لو قال الكلام دوت. نفس الكلام دلوقتي في دعمه للقضية الفلسطينية. امريكا وكل اوروبا تقريبا شايفين ان اللي بيعمله اسرائيل دوت والهجوم الغاشم والحقير على اهالينا في غزة هو رد فعل للارهاب اللي عمله قطاع غزة على اسرائيل، وشايفين ان العملية اللي عملتها قطاع غزة هي عملية ارهابية، وان ده ردة فعل بتاعت اسرائيل ردة فعل طبيعية. وبالتالي محمد صلاح مش هيطلع يدعم القضية الفلسطينية، لان انجلترا هيحصل فيها هجوم كبير جدا على محمد صلاح ويعتبروه متطرف ويعتبروه ارهابي وبيدعم الارهاب، فمحمد صلاح مش هيطلع يعمل الكلام دوت. فطبعا انا ما بهاجمش محمد صلاح، ولكن انا طالع بوضح بس هو محمد صلاح بقت طريقه تفكيره عامله ازاي، وان هو ليه ما دعمش لغايه دلوقتي القضيه الفلسطينيه، ولا هيدعم ولا متوقع ان هو يدعم القضيه الفلسطينيه ولا يساند القضيه الفلسطينيه باي شكل من الاشكال.